والسؤال الاهم من كل ده، ليه اكبر تك ريفيورز او تك انفلونسرز ادوا تقييمات سلبيه للمنتجات دي؟ وهل هي فعلا تستحق النقد السلبي ده؟ كل الاسئله المهمه دي هنتكلم عنها في حلقه النهارده، بس ما تنساش تحضر كوبايه القهوه بتاعتك. في الفيديو ده هكلمك عن اكتر 5 اجهزه AI مختلفه جدا، غريبه جدا، وللاسف فشلت بشكل سيء جدا جدا. ده رغم الاعلانات الكتيره اللي وعدت الملايين بمميزات خليتهم يشتروا المنتجات دي، عشان يكتشفوا في الاخر انه اتنصب عليهم. ده التعبير الحرفي لمعظم الناس اللي اشتروا المنتجات دي وجربوها. خلينا نبدأ على طول، بس ما تنساش تعمل اشتراك في القناة لان اشتراكك مهم جدا. وخلينا نبدأ. انا احمد طه وانت بتسمع الخلاصة.